يا صباح الفل عليكم من أم الدنيا. نزلت النهاردة أفرجكم على أجواء مصر الرمضانية. رمضان في مصر فعلا حاجة تانية. زي ما انتم شايفين أنا دلوقتي في السيدة زينب، رحت السيدة زينب، الخيامية، باب زويلة، وفجأة طلعت على الغورية، وكنت هكمل كمان بقى للحسين وخان الخليلي، بس قلت الفيديو كده هيعمل ساعة. تعالوا مع بعض النهاردة نتفرج على أجواء رمضان في مصر في الأماكن الجميلة اللي كلها روح رمضان. أكتر سوق فيه فوانيس المعدن بكل أشكالها بأحجامها، بالذهبي والفضي، الصغير والكبير، والأسعار الحلوة كلها هنلاقيها في السيدة زينب. حتى السجاجيد الصلاة والمصاحف والسبحة والحاجات اللي بتبقى هدايا جميلة. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا في شارع الخيامية، والناس كلها موجودة بتشتري حاجات رمضان والتجهيزات رمضان الحلوة. كل المحلات فيها زي ما انتم شايفين الأضواء والفوانيس والخداديات وكل حاجة خاصة برمضان موجودة هنا في الشارع. هتلاقوا حاجات جميلة جدا، تعالوا نتفرج في الفيديو. طبعا الشارع باين من اسمه شارع الخيامية، هنلاقي فيه كل حاجة بقماش الخيامية زي ما انتم شايفين، الصواني، الخداديات، المفارش، المفروشات، كل حاجة موجودة، حتى الباسكتس، كل حاجة بالخيامية. كام الكوشن دي فاضية بس ب 10 جنيه. فاضية ب 10 جنيه؟ مليانة؟ مفيش مليانة، فاضية بس. دي كده ب 10 جنيه. 10 جنيه. في اشكال كتير؟ كذا شكل عندك. كل الاشكال؟ كل ده اشكال. 10 جنيه يا جماعه، فاضيه. وانتوا ماشيين بقى لاخر شارع الخيامية، بعديه على طول بنقابل باب زويلة. هنلاقي هناك الناس الجميلة دي اللي عندها كل مفارش رمضان، هتلاقوها بكل اسعارها، بتبتدي من 50 جنيه لحد 200 جنيه المفرش بتاع السفرة الكبير قوي. كل المقاسات موجودة وكل الالوان وكل الاشكال اللي فيها بهجة وروح رمضان، اللي هتزين وتنور بيها بيتك في رمضان. يمكن هتلاقوا أماكن كتير في مصر بتبيع الحاجات الحلوة دي بتاعت رمضان وزينة رمضان، بس فعلا مش هتلاقوا الروح الحلوة بتاعت رمضان والأجواء الرمضانية إلا في الأماكن دي، الأماكن الشعبية الجميلة. وفانوس رمضان أبو شمعة اللي كلنا لينا ذكريات معاه، حقيقي ما بيعديش رمضان إلا لازم أجيب لي فانوس منه. كل الدباديب بقى بوجي وطمطم، والفوانيس بألوانها الجديدة المودرن بقى، وكل الأشكال والتصميمات والمقاسات حقيقي موجودة هناك. عايزة اقول لكم ان هتلاقوا كمان سجاد ومفروشات، خداديات، وكمان البفات اللي بنقعد عليها، كلها حاجات رمضانية جميلة للقعدة العربي بقى بعد الفطار كده، وقعدة الشاي والقهوة والحاجات الجميلة اللي بنستمتع بيها في رمضان بعد الفطار. حقيقة انا كنت رايحة اصور، بس لقيت نفسي بتسوق وبعمل شوبينج وبشتري حاجات للبيت عندي، وانبسطت جدا سواء لما كنت في السيدة زينب او في الخيامية او في باب زويلة بالحاجات الجميلة اللي موجودة. شايفين الفوانيس الكبيرة دي؟ انا حقيقي انبهرت بالاحجام الكبيرة والاسعار اللي فعلا اتفاجئت ان الاسعار بتاعتها رخيصة كده. اكتر حاجة عجباني بقى ان الابتكارات كلها هناك هتلاقيها بحاجات لها علاقة بالهوية بتاعتنا، يعني هتلاقي حاجات معمولة من الخوص، من الخشب، من قماش الخيامية، من الحاجات الجميلة اللي احنا متعودين عليها من زمان، مش البلاستيكات بقى اللي كلها شخصيات، دلوقتي بقت كرتون وحاجات ملهاش علاقة برمضان خالص اللي متعودين عليه طول عمرنا. هنا بقى مفارش مختلفة خالص، حتى عبايات رمضان هتلاقوها بتتباع هناك. طول ما انت ماشي هتلاقي حاجات مختلفة، حتى الناس اللي بتفصل تاخد قماش وتفصله مفارش، تفصله اللي انت عايزه، هتلاقيه برضو موجود هناك. وطول ما انت ماشي هتلاقي حاجات جديدة، مش كل محل زي التاني، هتلاقي اختلافات كتير قوي قوي. الشارع ده كله زي ما انتوا شايفينه كده كله محلات يمين شمال بتبيع الأضواء الحلوة بتاعة رمضان، حتى حاجة رمضان الخاصة بالبلح والتمر وقمر الدين هتلاقوا محلات هناك بتبيع كل الحاجات دي، بس انا ما صورتهاش واكتفيت ان انا اصور لكم زينة رمضان الحلوة.